السلام عليكم. النهارده جايبه لكم وصفه بيتي لذيذه وسهله، وهي طاجن الكوسه باللحمه المفرومه. الطاجن ده من الاكلات اللي بتتعمل بسرعه وطعمه يجنن، وخصوصا لما يتقدم سخن كده مع رز بشعريه او عيش بلدي. يلا بينا نشوف المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه هسخن معلقه سمنه بلدي في الحله، ممكن بزيت بس وممكن بسمنه او زيت وممكن بسمنه بس. انا هنا حابه استخدم سمنه بلدي بس، مش حابه اضيف اي زيوت او اي حاجه تانية. اول ما الاقي السمنه ساحت معايا هنزل بقى ببصلايه، معايا بصلايه كبيره مفرومه ناعم، فرمها فرم ناعم، وهقلبها كويس. واول ما الاقي البصلايه اتشوحت كويس ولقيتها دبلت كده وبدات لونها يبقى اصفر، بعد كده هنزل بفصين من الثوم مفروم ناعم جدا، ومعاها فلفل اخضر متقطع حتت صغيره، وهقلبهم كويس. وقبل ما ياخدوا لون هضيف اللحمه المفرومه وهقلبها كويس لحد ما لونها يتغير. هقلب اللحمه كويس واشوحها مع البصلايه والفلفلايه عشان ياخدوا طعم الفلفل والبصل كويس. واول ما الاقي لونها اتغير ولونها كله بقى موحد وما عادش فيه اي لون احمر خالص في اللحمه، هبدا ان انا اعمل حفره في النص كده، وهضيف معلقتين كبار من صلصه الطماطم اللي هي الصلصه المعلبه الجاهزه، من غير ما اضيف اي زيوت او دهون او اي حاجه تانية، لان طبعا احنا حاطين سمنه بلدي وهي اصلا كده كده اللحمه منزله الدهون بتاعتها. هشوح الاول الطماطمايه لوحدها، الصلصه لوحدها يعني، وبعد كده هبدا ان انا اقلبها كويس في اللحمه. واول ما الاقي ان اللحمه اتشربت الصلصه كويس جدا هبدا ان انا اضيف عصير طماطم. معايا هنا لتر من عصير الطماطم، هقلبه كويس مع اللحمه، وبعد كده هغطيها واسيبهم يتسبكوا مع بعض شويه. وده شكلها بعد ما اتسبكت، بقى شكلها حلو جدا. هبدا ان انا اضيف بقى الكوسه. معايا هنا كيلو من الكوسه متقطعه حلقات، هقلبها كويس مع اللحمه. وهنا ما تحاولوش تزودوا اي ميه خالص، انتوا هتلاحظوا ان هي محتاجه ميه وانا بقلبها كده، ما تزودوش اي ميه خالص، لان كده كده اساسا ان الكوسه بتنزل ميتها في التسويه. هسيبها تتشرب مع نفسها شويه. شايفين هنا كانت نزلت الميه بتاعتها ومش محتاجه اي سوائل خالص. هقلبها كويس مع بعض، وهبدا ان انا اضيف التوابل. معايا ملح طبعا حسب الرغبه، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره سبع بهارات. هقلبهم كويس مع بعض، وهضيف هنا معلقه صغيره من السكر طبعا علشان خاطر الطماطم، وهقلبها كويس. وبعد كده هسيبها تغلي غلوتين، ما نزودش عن كده عشان لسه هندخلها الفرن وعشان ما تتهريش معانا. وبعد كده هضيفها في طاجن فرن، وهدخل الطاجن فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 نص ساعة تقريبا. واول ما الاقيها استوت هشغل الشواية، الوش يحمر شوية، واول ما ياخد لون من فوق ووشه يحمر هطلعه. وده شكل الطاجن بعد ما خرج من الفرن، ريحته وهم وطعمه تحفة. جربوه بالطريقة دي وقولوا رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد.